هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد، حنزف عريس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم هدسكلوز معاكم كام بج عدى عليا يعني من فترة قريبة مش بعيدة. الايديات بتاعت الريبورتات دي قريبة. 3 ثغرات، واحدة اي دور والتانية بي اي ديسكلوجر والتالتة بريفليج اسكيليشن. طيب فكرة ال3 ثغرات ببساطة، الاي دور فكرتها ان انا عندي اي بي اي كي، بعمل اي بي اي كي في الاورجنايزيشن بتاعتي، وبالاي دي برضو اللي هو راندوم توكن تقريبا بستراكشر كده، بقدر لو غيرته يعني الاورجنايزيشن تاني اتحكم فيه. بس دي اتقفلت انفو ظلما طبعا. انا دبليكيتد على انفو قديمه والبج ما اتصلحتش. ستيل فاليد اي دور. المفترض الكومبلكسيتي كانت تبقى هاي يعني، فتنزل التوتال سيفيريتي بتاعت الريبورت والريبورت يتقبل عادي. ده اللي بيحصل في اغلب الكيسز، ولكن هنا التيم نفسه ما رضاش وقال لك طالما احنا مش معترفين بموضوع السي بي اس اس ده انطر قبل كاش، وطالما معكش طريقه تقدر تجيب بيها ايديات الاي بي اي كيس فملهاش لازمه. فقفلوها انفو. ده كان ردهم حتى عن ميتيجيشن تيم. تانية اي ديسكلوجر، هنا كان في صفحه معينه اما الادمن بيفتحها بتظهر بيانات شخصيه ليه زي الاس اس ان، ولما اللو رول يوزر بيفتحها في نفس الاورجنايزيشن في اليو اي مش بيعرض له الاس اس ان والبيانات الحساسه، ولكن بيتعرض في الريكوست عادي تبقى موجوده برضه. الثالثه الريفرس اسكليشن، دي هتخلي الفيور ياكسس الروت انتيتي، حاجه اسمها روت انتيتي في الابلكيشن ده، وكان ليها اند بوينت معينه كده، ف قدرنا نأكسسها بطريقة تانية. اوكي طيب نبدأ بأول واحدة. هنا أول اي دور زي ما قلت لك ده كان الهوست وده كان الريكوست. القصة دلوقتي كانت سلاش بلاتفورم اي دي اللي هو التوكن بتاعها سلاش اي بي اي كيز سلاش اي بي اي اي دي. اما كنت بتبعت الريكوست ده كان او بتفتح اللينك ده في البيج يعني، كان بيبدأ يعرض لك الاي بي اي كيز بتاعتك. بمجرد ما تدوس على اي بي اي كي منهم بيبدأ يجيب لك لينك بقى مخصص للاي بي اي كي ده نفسه، وبيعرض لك في الاي بي اي توكن والحاجات دي كلها. طيب مجرد ما تغير الاي بي اي كي اندرسكور للاي دي التاني بتاع الاورجنايزيشن التانية من غير ما تحتاج حتى البلاتفورم اي دي، لان اللينك الاند بوينت دي ما كانتش بتحتاج البلاتفورم اي دي، تقدر تاكسس الكونتنت بما فيهم الاي بي اي كي نفسه اللي هو في الحاله دي لما كنا في الساند بوكس تيست اندرسكور كذا. اوكي بعدها بفتره بس في ريبورت تاني دورت عليه ومش لاقيه، اكتشفت ان الديليت ميثود كمان شغاله والبوت ميثود، يعني انا اقدر اقرا واعدل واديليت بالاي دور دي، ورغم ذلك اتقفلت انفورماتيف وما اقتنعوش بيها. رغم ان حاولت افهمهم ان مثلا افرض معايا شخص ما في الاورجنايزيشن ومشي من الشركه مثلا، اوكي، او انا خرجت وشلت منه الرول وهكذا، هو ستيل معاه اللينكات بتاعه الاي بي اي كيز دي، في وقت ما ممكن في اتاك فيكتور، ممكن يعني في بوسيبيليتي للاتاك. رغم ذلك ما اقتنعوش برضه قصه ان الاي دور ستيل فاليد. لكن هاكر وان كويس انها عملت ببلش امبارح تقريبا او من 3 ايام للرولز الجديده بتاعتها. قالت ان الاي دورز باليو اي ديز او بالراندوم توكن ستيل فاليد اي دور وهتكون اكسبتد، بس هتعلي الكومبلكسيتي بتاعتها، فالسيفيريتي بتاعت التوتال ريبورت تنزل شويه الا لو معاك ميتيجيشن يعني. طيب البي اي ديسكلوجر فور اس اس ان اوف اون، هنا الصفحه لما كانت بتتعمل الادمن لما كان بيعرضها كان بيقدر يشوف خانه الاس اس ان. طيب بعد ما ملى البيانات والدنيا كلها تمام وما عادش في خانه فاضيه وعمل سبميت للروت انتيتي بتاعته، بيختفي الاس اس ان والبيانات الحساسه من الصفحه. ولكن لو جيت من لو رول يوزر اوكي وجربت انك تعرض الروت انتيتي بيظهر لك بالفعل الاس اس ان بتاعه الادمنستريتور. ده طبعا انفورميشن ديسكلوجر بالنسبه للشخص ده يعني، فدي كمان كانت فاليد بج هتبان بسيطه ولكنها بالفعل في بج فعلي. طيب بريسكريشن allow the viewer to access the content of root entity. ركز معايا هنا الروت انتيتي يا معلم. هنا كان ده الشكل اللي بيظهر، كان بيبدا يعرض البيانات لما بدخل بالادمن. اوكي لما بدخل بلو رول يوزر زي الفيور مثلا بيقول لي restricted access، يعني انا مش مسموح لي اني ادخل هنا. طيب انا والله يا معلم في الستبس كريت اكونتين، واحد ادمن واحد فيور، عملت تو انتيتيز، واحده الروت اللي هي الاساسيه. الموقع ده كان لازم عشان تبدا لازم تعمل روت انتيتي، بعدين اعمل انتيتي براحتك بعد كده. عملت روت انتيتي وعملت انتيتي عاديه بعدها، وجربت اعرض من الريكوست العادي باللو رول يوزر اللي هو الفيور الانتيتيز اللي عندي. اوكي بالفعل كنت قادر اخد اكسس واشوف الانتيتيز اللي عندي ايه بالظبط. جميل. ولكن لما كنت بحاول افتح الروت انتيتي منهم اوكي كان بيعرض لي ريستريكتد اكسس. ليه؟ لان الروت انتيتي كانت هنا ليها اند بوينت بتتعرض منه. اوكي هي
الاند بوينت دي بياخد البلاتفورم اي دي وبعدين سلاش روت انتيتيز. اوكي، فبيبدا هنا يعرض لي الكونتنت بتاع الروت انتيتي. الادمن كان بيأكسس على الاند بوينت دي في الاي بي اي، والفيور او اللورال يوزر ما كانش قادر يأكسس على سلاش روت انتيتيز. اوكي، طيب يا معلم انا عملت ايه عشان اتريك؟ هنا دي كانت الاند بوينت اللي بيعرض بيها الروت انتيتي بتاعه الادمنستريتور. اوكي، ركز معايا. فكانت بالنسبه للفيور ريستريكتد، ولكن الفيور كان لسه قادر انه يشوف النورمال انتيتيز، يعني يدخل يأكسس بالفعل الانتيتيز العاديه المتكريته عن طريق ايه؟ عن طريق الريكوست الاتي سلاش انتيتيز سلاش الانتيتي اي دي. اوكي، هنا لما كنت بدخل على انتيتي عاديه زي ما قلت لك كنت بقدر اشوفها من خلال الاند بوينت الفلانيه، فانا ما بعتش ريكوست على سلاش روت انتيتي، بل خدت الانتيتي اي دي بتاع الروت انتيتي وبعته في سلاش انتيتيز وحطيت هنا الروت انتيتي اي دي، فقدرت من خلال انتيتيز وسلاش الاي دي بتاع الروت انتيتي نفسه ان اكسسها عادي رغم انها دينايد في سلاش روت انتيتي نفسها. ودي كذلك بج لطيفه لذيذه. القصه بس ان كان في 2 اند بوينتس، واحده بتعرض روت انتيتي دينايد للرول يوزر والثانيه كانت بتعرض اي انتيتي، فانا خدت الاي دي بتاع الروت انتيتي بقى استخدمتها في الاند بوينت بتاعت اي انتيتي وبالفعل عرضت الداتا. بس ده كان كل محتوى النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم باذن الله. دعوه حلوه بقى عشان المفترج ده بيخلص خلاص. لعل الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يعني. و استودعكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.